انت تعرف ان الحاجة لمهندس الالكترونيات زادت بنسبة 9% السنة اللي فاتت؟ ودي بقى اعلى نسبة زيادة مقارنة بكل التخصصات التانية. يعني ده احسن وقت تبقى فيه مهندس الكترونيات. خليني اقول لك ان هندسة الالكترونيات يركز على كل حاجة ليها علاقة بالاشارات والدوائر والانظمة الذكية. يعني هتدرس ازاي الاجهزة اللي احنا بنستخدمها كل يوم بتشتغل. الجميل بقى في التخصص ده ان انت مش بس بتشتغل بايديك، انت كمان بتفكر وتطور وتبتكر حلول لمشاكل حقيقية. وعلشان بقى تقدر تلاقي مكان في سوق العمل في المجال التنافسي الكبير ده، انت محتاج تكون خريج جامعة عالمية مرموقة. علشان كده احنا بنساعدك تدرس في افضل الجامعات الماليزية، واللي بيكونوا من ضمن افضل 500 جامعة، 300 جامعة، وكمان 100 جامعة على مستوى العالم. اللي بيميز الجامعات هنا بقى ان انت بتدرس كل ده في بيئة حديثة ومعامل متطورة ومشاريع حقيقية وانترنشيب في اكبر الشركات التكنولوجية. يعني مش بتتخرج نظري بس، انت بتكون جاهز تدخل سوق العمل. وكالعادة احنا في بايونير هنقدر نساعدك تبدأ الرحلة دي من اول اختيار الجامعة المناسبة لحد ما توصل ماليزيا وتبدأ تحقق حلمك. مستنيينك تكلمنا على الرقم ده. سلام.